عمرك سألت نفسك ازاي اول ما تكتب كلمة في جوجل تلاقيه بيكملها كأنه عارف بالظبط انت بتفكر في ايه؟ ولما بتبحث النتائج اللي بتظهر لك مترتبة كده ليه؟ صدفة ولا مقصود؟ الحقيقة جوجل عنده نظام ذكي جدا اسمه CEO او تحسين محركات البحث. يعني ببساطة بيستخدم داتا ضخمة من المواقع عشان يختار لك الافضل ويرتبه. اول حاجة بيعتمد عليها هي جودة المحتوى. يعني لو في موقع مكتوب فيه اجابة واضحة ومفيدة عن الموضوع اللي انت سألت عليه هيطلع لك فوق، انما لو المحتوى اي كلام بيتاخر وينزل تحت. بعد كده جوجل بيبص على المصداقيه والروابط. لو في مواقع كبيره ومعروفه بتشاور على نفس النتيجه يبقى في الغالب المعلومه دي صح، وده بيديها اولويه. وبرده جوجل بيهتم بالتجربه نفسها. يعني ايه؟ يعني لو الموقع سريع وبيفتح كويس على الموبايل او الكمبيوتر فرصته بتبقى اعلى. لو تقيل وبطيء جوجل بيبعده عنك تماما. واخيرا كلمات المفتاحيه، جوجل بيشوف الناس بتدور على ايه ويقارنها بالمحتوى. لو لقى الكلمات صح في المكان الصح يخليه يبان اسرع. في النهايه جوجل مش بيفكر مكانك، لكنه عنده قدرة رهيبة يتوقع انت عايز تقول ايه من قبل ما تكتب كل الحكاية، وبيظهر لك النتائج اللي غالبا هتجاوبك اسرع. لكن مع تطور AI بقينا نشوف محركات بحث جديدة اسرع وادق. بس الاهم من ده كله انك ما تنساش ان ابراهيم مش مجرد صانع محتوى، ابراهيم مهندس.